حلت الفنانة اللبنانية مريت الحلاني ضيفة على بودكاست عندي سؤال مع الإعلامي محمد قيس على قناة المشهد. تحدثت عن طلاقها بعد أقل من عامين على زواجها من كميل أبي خليل بعد قصة حب جمعتهما، ولم تتردد مريتا بإعلان أنها تفضل 100 مرة أن تكون امرأة مطلقة من أن تكون زوجة عيسى. كما تحدثت ماريتا عن دور والدها بحياتها بعد تجربة طلاقها، كذلك أكدت أنها ستتزوج مرة أخرى، متحدثة عن الكثير من الأمور الأخرى في اللقاء. أضافت ماريتا: بعد انتشار خبر طلاقي ابتعد قليلا عن واجهها، فكنت بحاجة للجلوس مع ذاتي ومراجعتها. أردت أن أقيم ذاتي وأكتشفها أكثر، وتساءلت ماذا أريد من الحياة ومن أنا. كنت بحاجة أن أفهم نفسي أكثر، وقد عبرت عن نفسي بالفن الذي كان بالنسبة لي هو علاجي. وعما لو كانت تنوي الزواج مرة أخرى، ضحكت ماريتا متسائلة: تقصد أن أرتدي الفستان الأبيض؟ بالتأكيد سأفعل. هل تريد تصريحا أقوى؟ سيكون ذلك قريبا. فهل ممنوع علي أن أحب مجددا؟ هذا حقي. وعما لو سيكون حفل زفافها كبيرا هذه المرة؟ أجابت ماريتا: كي شو وقته حلو. وتكمل ماريتا الحلاني اعترافاتها عن والدها الفنان عاصي مضيفة: كل يوم أتعلم شيء جديد من والدي، إذ كان في لبنان نسهر سويا كل ليلة في المنزل. أتعلم من كلامه، تصرفاته ومواقفه. وعما وكان تريد رجل يحبها في حياتك كما يحب والدها عاصي الحلاني ووالدتها كوليت بولس. وأضافت ماريتا: نعم، هو يحبها ويحترمها كثيرا. عنده كوليت بالدين كله. أنا ما زلت أؤمن بالحب من خلال علاقة والدي. ما حصل معي لم يدعني أفقد الأمل أو أرى الحياة السوداء. كلنا بحاجة للحب في حياتنا. الحب يمنحني السلام والأمان والطمأنينة والراحة النفسية والسند، ولكن المهم أن يكون حبا حقيقيا. نذكر أيضا أن كميل الخليل أثار جدلا واسعا في منشور عبر ستوري عبر حسابه الخاص على انستغرام، تضمن قولا شهيرا منسوب لإمام علي بن أبي طالب، قال فيه: حين سكت أهل الحق على الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق، في حين اعتبر البعض أنه رد غير مباشر على كلام طليقته مريتا الحلاني.